الزمالك يفقد 3 نقاط، خسارة من وادي دجلة مستحقة، بل أكتر كمان من مستحقة. هنتكلم في نقط كتير أوي 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 أوي، بداية من التشكيل الغلط. تشكيل غلط، بل أكتر من غلط كمان. مدرب الزمالك ابتدى بالتشكيل الطبيعي اللي هو بيبتدي كل مباراة، ولكن عشان شحاتة غايب ودونجا، اتفرج نص الملعب عندنا بقى مباح لأي حد. نص الملعب بتاع الزمالك من أول المباراة لآخر المباراة محدش مسك الكورة فيه خالص غير وادي دجلة. وادي دجلة من أول المباراة لآخر المباراة وماسك كورة. طب حضرتك كمدرب شايف الكلام ده بيحصل؟ طب عملت حاجة؟ لا، ما عملتش أي حاجة، ولا تبديلات ولا اي حاجه خالص. وادي دجله ماسك كوره عادي عليا. طيب خلينا، انت ليه بادئ بسيف جعفر؟ هو سيف جعفر بيلعب 6؟ ده ولا بيعرف يلعب 6، ولا بيعرف يلعب 8، ولا بيعرف يلعب 10، ولا بيعرف يلعب عموما يعني. قليل قوي لما تلاقي له لعب سيف جعفر. ده اولا، يعني اول اخطاء المباراه سيف جعفر. مشيت المباراه وجبت جون. يا عم ناصر ماهر، الكرة قدامك ما تحط جون. سبب من اسباب خسارة الزمالك النهارده هو ناصر ماهر. ناصر ماهر مش قادر يخلص الكرة، يعني كان ممكن يباصيها للراجل اللي جنبه بنتايج، لا هو ولا باصة ولا لعب الكرة، وفي الاخر خد على يمينه، وعبال ما جابها على يمينه هوب كانت الكرة ضاعت بره. يعني ضاعت منك يا عم ناصر، بدل ما انت كنت تجيب الجون وتخلص المباراه 2-0 وتزود وتخلي وادي دجله تفتح اكتر عليك، رغم ان هم مستولين على نص الملعب، لا انت حضرتك بتديهم الكوره وخليتهم يتفوقوا عليك في نص الملعب اكتر، وضيعت هدف مؤكد لنادي الزمالك. يا مدرب الزمالك يا فريرا، انت عندك دلوقتي احمد حمدي بره، سايبه ليه؟ سايبه لمين؟ يعني سايب احمد حمدي لمين بجد؟ ده لولا محمد صبحي النهارده الزمالك كان شال 4-5. لولا محمد صبحي الزمالك كان شال 4-5. عندك احمد حمدي، ما تنزل راجل يمسكك الكوره طالما انت مش قادر تمسك الكوره في نص ملعب من وادي دجله. لا ما عملش كده برضه. طب نكمل لسه في نقط كتير. الزمالك دخل في جون 1-1 عادي، تقدر ترجع، مش حوار 2-1 يعني، او تقدر ترجع. الونش بخطأ غبي جدا جدا منه، الراجل بيزقك ولا كأنك هو بيستفزك عشان تروح تضربه، يقول لا رايح اضربه انا بقى عشان اطرد. كده انت بطل يعني، كده انت جميل، كده هنقول عليك عندك جرينتا. كده انت مفيش دماغ، كده انت مفيش مخ، كده انت مفيش اي دماغ خالص. ولا منتخب ايه اللي انت بتروحه لما انت مش عارف اساسا تتعامل مع لاعب بيستفزك عشان تيجي تضربه؟ زود البلاطين، اتطرد الونش. اطلع يا ونش، حاضر. تبديلات، عندك بره عبد الحميد معالي، شيكو بنزا مش قادر يجري، شيكو بنزا مش قادر خلاص، شطب الراجل في كل استلاماته. اطلعه؟ لا، انزل ادم كايت. طب هطلع عبد الله السعيد؟ لا مش هطلع برضه عبد الله السعيد. طب ما يعني انت بتسحب نص الملعب على الفاضي على المليان، مفيش حد كده خالص جوه. يعني طلع شيكو بنزا، نزل عبد الحميد معالي واضغط. لا لا، مش هنزل عبد الحميد معالي بقى. هو عبد الحميد معالي عامل لك حاجه في دماغك؟ يعني عبد الحميد معالي مثلا مقصر معاك في حاجه؟ ما انت نزلت احمد حمدي وبدات تمسك كوره، العب بقى. لا مش هنزل عبد الحميد معالي. شيكو بنزا مش قادر يستلم كوره، لا هسيبه برضه. مستني منه ايه؟ الراجل بيخش بيضرب في اللعيبه، مش بيخش يستلم الكوره، بيخش يضرب في اللعيبه. البس الجون الثاني، لبست الجون الثاني. تبديلات؟ لا مفيش تبديلات. قرايه ملعب؟ مفيش. جمل؟ مفيش. خلي بالكم الزمالك بيكسب اللقاءات اللي فاتت كلها بلاعيبه، باللعيبه، مش بجمل. حتى الان مفيش اي جمل واضحه على ارض الملعب من المدرب. مفيش. خلينا احنا بنتكلم كوره، ما بنتكلمش حاجه تانية. كسب او خسر الزمالك لما كسب اللي فات وكسب اللي قبليه او تعادل اللي قبليه، إيه، مفيش كوره. الزمالك بيكسب بس مفيش كوره، مفيش فني، مفيش فنيات. يعني اللعبه اللي موجوده يطلع منها فنيات كتير، لا مفيش. ادم كايد علامه استفهام كبيره قوي. ادم كايد علامه استفهام كتير قوي. الراجل مش قادر يجري، مش قادر يستلم، مش قادر يجري. طب في ايه مالك؟ عادي، الخساره ما تفرقش، كده كده دي كوره، وانت كنت وحش فتستحق تخسر. انت كنت وحش النهارده جدا يا زمالك، وضيعت الفرصه وانت وحش انك تكسب. يعني انت شوف، انت كنت وحش وضيعت الفرصه انك تكسب، فما ازعلش. ازعل ليه؟ انت حقك تخسر، لان انت ما لعبتش كوره بجنيه النهارده، ورغم كده كنت هتكسب. بس رعونه عند ناصر ماهر وانانيه منه. برضو الماتش اللي فات اللي كسبناه 2-1 برضو انانيه منه، ان ما يلعبش الكره لزميله اللي جنبه وهو عايز يخلصها. ما تلعب يا عم، الكره جماعيه يا حبيبي، الكره جماعيه. مش هيتقال عليك عالمي لما تجيب الجون الثاني، هيتقال عليك كويس جدا لما تباصي الكره وتلعب الكره الصح. بس
سلام.